أحداث القضية ديال اليوم غترجع بنا سنة 2005 وبالضبط في مدينة تالودانت، بحيث واحد المركز ديال الشرطة غيتلقى واحد المكالمة هاتفية من طرف مدير مؤسسة تربوية اللي كيقول بأن التلاميذ ديالو هما جايين للمدرسة كيلاحظوا في السور اللوراني المدرسة بأن كاينة واحد الشنطة كبيرة محطوطة بواحد العشوائية اللي ثارت الانتباه ديالهم، خلاتهم أنهم يمشيو كيجريو ليها كيقولوا أن يكون فيها شي لعاب ولا شي حوايج اللي غيستافدوا منهم. مشاو حلوها، مع الحله كيشموا واحد الريحه خانزه وتيشوفوا شي حاجه كبيره ملويه في شي كيس بلاستيكي اسود بحال هكا، ما فهموش شنو هو. واحد من التلاميذ زعم وحيد داك الكيس، الا انهم كيتصدموا وتيبقاو واقفين ما عارفين شنو يديروا. علاش؟ حيت كيشوفوا واحد الجثه ديال واحد الرجل كيبلغ من العمر 57 58 هكا، نقولوا رجل خمسيني، اللي جثه هامده ملمد ومكمد في ديك الشنطه. الدراري من هول الصدمه والخلعه مع باقيين صغار ما فهموا ما عرفوا ما يديروا، مشاو تيجريو عند مدير المؤسسه وبلغوه بداك الشيء اللي شافوا. هنا المدير تصدم من هذا الشيء اللي سمع ورافقهم باش يشوف العين في عين المكان باش يشوفوا داك الشيء اللي قالوا بصح ولا لا. فعلا مشى معاهم، خرج تيشوف بان داك الشيء اللي قالوا التلاميذ هو اللي كاين. هنا ما قاس ما دار حتى شي حاجه الا انه هز الهاتف ديالو واتصل بالشرطه اللي بلغهم هاش واقع وهاش واقع وهاش واقع. هنا رجال الشرطه منين سمعوا بان القضيه فيها جثه وكاينه في شنطه وملمده فما ترددوش، مشاو على الفور المكان باش يعرفوا شنو واقع وشنو كاين. فعلا وصلوا كيلقاو داكشي اللي تقال لهم في التليفون هو اللي كاين. هنا باش يزيدوا يعمقوا البحث ديالهم اتصلوا بالشرطه العلميه اللي حتى هي ما تاخراتش وجات باش تاخذ البصمات وتعرف شنو واقع وتصور مكان الحادث وتصور يعني تاخذ اي اثر اي بصمه كاينه اللي تقدر توصلهم شي خيط من خيوط القضيه باش تحل. هنا الشرطه العلميه فاش دارت الخدمه ديالها فعلا صورات وخدات ودارت داك الشريط الاسود لان الدنيا عمرات وكل شيء جا تجمع وعرف شنو كاين وكيحددوا المكان باش شي واحد ما يقرب لك بلاصه باش ما تخربقش كما كنقولوا معالم ديال الجريمه وباش يعرفوا شكون الفاعل. بعد ما داروا الخدمه ديالهم نقلوا الجثه لمستودع الاموات مشاو بحالاتهم، ولكن الشرطه بقات مرافقه مدير المؤسسه باش تاخذ منه المعلومات وتعرف شنو كاين، ياك ما شاف شي حاجه، ياك ما التلاميذ اللي معاه اللي شافوا هاد الباليزه هذه ياك ما شافوا شي حد حطها ولا هذه. هنا التلاميذ جاوبوا قال لكم كانوا غير غاديين وشافوا ومشاو قلبوا وبلغوا المدير حتى هو بالدور ديالو قال بانه ما شاف حتى شي حاجه، ما عرف حتى شي حاجه، ما سمع حتى شي حاجه. تجاو عنده التلاميذ قال ها شنو كاين، قال لهم ولكن المدير قال لهم الا بغيتوا معلومات اكثر سولوا الحارس، هو اللي تيكون هنا، لان كنعرفوا الحارس كيكون عنده دار وكذا وهذه تيقدر يكون 24 ساعه 24 ساعه كما شاف ولا سمع شي حاجه. فعلا الشرطه مشات عند الحارس ديال المدرسه كتسولو بحكم انك انت عندك الدار هنا وساكن، ياك ما شفتي ياك ما سمعتي ياك ما عرفتي شي حاجه. هنا الحارس جاوبهم بالنفي، لا انا ما شفت ما سمعت، حدي كنحل باب المدرسه كنسد باب المدرسه اي حاجه داخل المدرسه ولا قدام المدرسه اماني باش نمشي من اللور ولا هذه ما عمرني ما تجرأت نعرف شنو كاين ولا هذه وما سمعت حتى شي حاجه. الشرطه هنا كتشوف واحد المراه وليدات شكون هادو سولوه شكون هادو هذه، قالوا الزوجه ديالو الاولاد مشاو سولوهم بحكم ان الزوجه كتخرج على برا بزاف تقدا وهذيك ما تكون سمعات ولا شافت ولا عرفات. فعلا سولوها هي والاولاد فجاوبوهم بنفس الطريقه ديال الرفض، انهم ما سمعوا ما شافوا ما عرفوا حتى حاجه. هنا الشرطه ما بقى عندهم يعني حتى شي داخل مع هاد الاسره ديال الحارس ولا المدير باش انهم يعطيوهم شي جواب، لحق صافي يجاوبوا انهم ما شافوا ما سمعوا. خيط واحد اللي بقى عندهم هما يشوفوا ان نتيجه التشريح شنو غتعطي. فعلا مشاو توجهوا للمستشفى خذاو النتيجه ديال التشريح اللي اكدت لهم بان هاد الضحيه اللي قلنا الرجل كيبلغ العمر ديالو ما بين 57 ل 58 عام، مضروب بزاف ديال الضربات في الراس ديالو اللي ادت لتكسير ديال الجمجمه ديالو، زائد ان سبب الوفاه ماشي هي الضربه، انه تخنق شي واحد خنقو بشي كورده ولا هادي، داكشي هذا هو السبب ديال الوفاه. هنا الشرطه شنو كيبقى ليها هي انها مادام عندها الجثه عندها الصوره ديالها البصمات كياخذوا الصور وتمشيو تيشوفوا ياك ماشي في السيستم ديالهم ياك ماشي شي عائله مبلغه على اختفاء ديال شي واحد ولا هادي. فعلا داكشي اللي لقاو مشاو كيقلبوا لقاو بان واحد العائله كتقلب على الاب ديالها اللي اختفى شي اسبوع هادي، ما عرفوا عليه حتى شي حاجه، ما عرفوه فين كاين. خداو يعني العنوان ديالهم وداكشي وتواصلوا معاهم وعيطوا لهم باش يجيو عندهم مركز الشرطه.
هنا العائله منين توصلت بهذا الاتصال ديال الشرطه على بالها انها منين غادي توصل عرفت لهم شي خبر بان الاب ديالكم لقيناه في هذه البلاصه، راه في هذا السبيطار، راه حادثه سير ولا شي حاجه. ولكن الخبر كان صادم عليهم، نزل لهم بحال شي حجره فوق صدرهم، هو انه الجواب اللي تلقاو ان الاب ديالكم تلقى مقتول بهذه الطريقه وبهذه الطريقه وفي هذه البلاصه وفي هذه البلاصه. هنا الاسره تصدمات، حيت قالوا للبوليس ان الاب ديالنا واحد رجل طيب، ما عنده حتى شي عداوه، ما عنده حتى شي مشكل، ما فهموا والو. الزوجه حتى هي تصدمات، اللي بقات كتبكي. هنا الشرطه طلبوا منهم باش يزيدوا يتاكدوا واش ان هذا هو الوليد ديالهم ولا لا، يرافقوهم لمستودع الاموات ويشوفوا واش هذا هو نفس الضحيه اللي كيهضروا عليه. فعلا الزوجه والابناء مشاو مع الشرطه لمستودع الاموات، شافوا الجثه، بالتالي اكدوا بان فعلا هذا هو الاب ديالهم. هنا الشرطه غيدوزوا المرحله ديال الاستجواب، يعني مادام ان كاينه جثه كاينه عائله خصهم يعرفوا شنو المشكل، ياك ما كاين شي مشكل بين العائله ياك ما هادي. بداو كيسولوا الزوجه والاولاد واش عندكم شي خلافات، واش الاب ديالكم فات انه غبر وعاود جا، عنده شي صراعات شي عداوات شي حاجه. هنا الاسره دائما كتجاوب لا لا لا، الاب ديالنا رجل طيب، ما عنده مشكل، ما عنده خلافات، ما عنده صراعات، معنا حنين من الخدمه للدار من الدار للخدمه. هنا الشرطه وقفتهم اشنو هي الخدمه ديالهم، سولاتهم شنو الخدمه ديال الاب ديالكم. قالوا لي بان الاب ديالنا عنده واحد القهوه وواحد المحل ديال ملوي وحرشه بحال هكا داكشي ديال المسمن وداكشي، وخدامه فيه واحد السيده وهو مقابل القهوه، وكي كاع الا طول كاع ما تعطل تيجي العشرة، شي بعض المرات كيجي مع 4 العشيه صافي، حيت كاين الخدام اللي مكلف بانه كيحل وكيسد وكذا وهادي. هنا نسمعوا الشرطه بان كاين واحد الخدام هو اللي مكلف، استدعاوه باش يستجوبوه ويعرفوا شنو كاين. استجوبوا داك الخدام في القهوه وهادي، سولوه شنو العلاقه ديالك مع هذا السيد، فوقاش اخر مره شفتيه، شنو هادي. هنا السيد قال لهم الله ودي هذا السيد الله يعمرها دار خدام معاه 20 عام، اخر مره شفتوه هي فاش خدام مني الساروت، اللي استغربت انه ديما انا يعني مده 20 عام انا اللي كنحل وانا اللي كنسد. داك النهار اخر مره غنشوفو فيها طلب مني الساروت، قال لي بقى معانا حتى لوحده الليل، قال لي صافي سير بحالك انا اللي غنتكلف غنسد هادي والصباح غادي نجي نحل. قال لهم فاش جيت في الصباح ما لقيت حتى شي واحد، ما محلول لا مولات المسمن ما محلول لا القهوه. تفاجأت، هو يقول لهم كيفاش مولات المسمن ما كايناش. قالوا ليه هي راحت مولات المسمن نهار غبر السيد حتى هي غبرات، لان هنا الناس تيقولوا بان عندها شي علاقه، الجيران والناس القهوه تيهضروا تيقولوا بان راه كاينه شي علاقه بيناتهم، راه واقيلا فاش اختفى وراه هربوا بجوج حيت هو كان باغي يتزوجها والزوجه ما خلاتوش. يعني قال لهم بحال الهضره هذه كتدور من هنا ومن هنا. هو يقول ليه الشرطه وها السيده هذه فين كتسكن في هذه، قال لهم راه كتكون في المحل ديما، يعني هذا هو المبيت ديالها هو هذه. هنا الشرطه مشاو قصدوا المكان، لا تكون هي طاري لها شي حاجه في المكان اللي قالوا ليه كذا هذه. حلوا القهوه، كيلقاو القهوه ما فيها حتى شي حاجه، كيحلوا المكان ديال اللي كتبيع فيه المسمان الملوي داكشي، كيتفاجئوا كيلقاوه خاوي، ولكن فيه شي حوايج اللي صافي كما تيقولوا وصلوا القضيه، ولا صافي عرفوا بان شي حاجه طرات في هذه البلاصه هذه. كيلقاو كيس بلاستيكي من نفس النوع اللي تلقات فيه الجثه كما قلنا ملمده فيه، كيلقاو العصا فيها واحد البقايا ديال الدم، تيلقاو الكرده باش من نفس الكرده اللي ملوي بها ديك الجثه. هنايا ايضا عاوتاني مره اخرى عيطوا الشرطه العلميه اللي جات وخذت داكشي باش تقوم بالفحص ديالو، المطابقه اللي خرجت النتيجه فعلا انها هذا الدم وهاد العصا وهذه راه هما ديال الدم كيرجع لديك الجثه، وان هاد نفس البلاستيك نفس الكرده هي اللي غتكون يعني هاد السيد مات بها ولادي. هنا الشرطه طلبوا من هذا السيد اللي خدام عندنا مول المحل اللي حنا غادي نسميوه السي احمد، طلبوا منه قالوا ليه فلان انت كنتي خدام عند السي احمد، وهاد السيده هذه شكون هي؟ قال لهم هاد السيده هذه سميتها فاطمه. فهنا واحد السيد راه كيعرفوا السي احمد، كتجيه بنت اخته، وهاد السيد هذا راه مزوج شي وحده كتجي لهاد السي احمد، يعني شي حاجه بعيده. قالوا لي واش عارف هاد السيد هذا اللي جابها خال هاد المراه اللي كتقولنا عليها فاطمه؟ قال له راه عارفه، راه عارف العنوان ديالو، هذه بحكم انه كيجي عندنا للقهوه وهذه ومعرفه مع يعني واحد العائله شويه بعيده مع السي احمد. قال لهم يلا رافقنا المكان يعني العنوان ديالو باش نهضروا معاه ونعرفوا شنو واقع. فعلا مشى معاهم هاد السيد اللي خدام في هاد القهوه هذه، توراهم الدار، دقوا خرج لهم هاد السيد هذا اللي كيقول بانه الخال ديال هاد السيد اللي كانت خدامه عندهم اللي سميتها فاطمه. قالوا السلام عليكم، واش انت هو الخال ديال فاطمه؟ قالوا لهم
هو انا. قال لهم فين هي فاطمه؟ قال لهم راه في الخدمه. قالوا ليه راه ما كايناش في الخدمه؟ يعني ما قالوا ليه لا كاينه لا حادثه لا حتى شي حاجه لا وفاه، باش يعرفوا شنو كاين. قال لهم الا ما لقيتوهاش في المحل راه اذا غتكون طلعت مشات لدارهم. فين كاينه دارهم؟ قال لهم راه كاينه في تاليوين. قالوا لي يلاه معنا دينا يعني العنوان اللي قلتي لينا. هنا بقى كيسولوه شنو، كيسولهم شنو واقع شنو هادي، ما جاوبوش. الطريق كامله هو كيسولوه ما جاوبوش. وصلوا للبلاصه فين قال في تاليوين، مشاو للدار دقوا، كتخرج واحد السيده قال لهم راه هي هذه فاطمه. هنا البوليس قال لها لبسي عليك غادي تمشي معنا لمركز الشرطه باش دير معنا واحد الاستجواب. هنا بقات كتبكي مالكم اش واقع شنو كاين شنو داير، ما بغاوش يجاوبوها. قالوا لها تمشي معنا لمركز الشرطه وغتعرفي شنو واقع. فعلا رافقاتهم مشات معاهم الطريق كامله وهي كتبكي شنو واقع شنو درت شنو هادي. داوها حتى لمركز الشرطه وما يقولوا لها شنو كتعرفي على السي حمد. قالت لهم راجل مزيان الله يعمرها دار، كنت خدامه عنده صافي ما تفاهمناش الله يعاون الله يسلم، عطاني فليساتي وجيت بحالاتي لدارنا. بقاو كيشوفوا فيها. قالوا لها فوقاش اخر مره شفتيه؟ قالت لهم اخر مره هي فاش مشيت عندهم للحانوت. المهم هما هاد الهضره هادي ما جاتهمش على بالهم، بقاو كيضغطوا عليها كيقول لها سمعنا ان كيقولوا الناس عندك علاقه وسمعنا عندك هادي وهادي. بقاو كيضغطوا عليها حتى صافي ما قدتش فين تصبر. كتعرفوا بان الشرطه الا بغات تجبد شي حاجه من شي حد راه كتجبدها من شي حد واخا ينكر 60,000 مره. المهم ضغطوا عليها حتى بدات كتبكي. قالت لهم انا نعاود لكم القصه من الاول حتى الاخر ونعاود لكم شنو طاري. قبل ما نعرفوا القصه شنو هي، اجيو نعرفوا شكون هاد السيده هذه فاطمه. هاد السيده فاطمه تولدت سنه 1976 في دوار تاليوين، اللي كانت واحد يعني العائله ديالها كتكون من 11 الاخ واخت، يعني هي بمثابه الاخ او الاخت 12. واحد العائله كبيره فقيره ما عندهمش. الاب ديالها كيخدم راعي غنم، عندها خوتها وخواتها باقي صغار. هي كانت بحال نقولوا هي الوسطانيه في البنات. المهم الوالد خدام عليهم، الام كتربي الاطفال وهذه. وصلت للسن ديال 14 عام جاو فيها الخطاب، لان في البلاصه ديال تاليوين يعني هذا هو السن ديال الزواج ديال يعني دوك البنيتات كاملين كيوصلوا 14 عام يعني عادي تزوج ودير اسره وتكون. فبحكم انهم عائله فقيره وما عندهمش بزاف انفو جا خطبها شي واحد صافي الاب ديالها وافق. منين جا خطبها هذا السيد هذا جا واحد الراجل كبير في العمر عنده 50 عام. شنو هذا الراجل معروف عليه في الدوار انه كيتزوج ويطلق بحكم انه تيقلب على الوليدات ولكن ما عطاهش الله. متزوج المره الاولى ما طلقهاش، من بعد بقى كيتزوج ويطلق يتزوج ويطلق حتى وصل لهاد فاطمه. منين وصل لفاطمه صافي قال لهم ها شنو كاين، انا تقلب على الوليدات، العيالات اللي تزوجت بهم ما رزقنيش معاهم الله وليدات، قلت مع بنتكم يقدر الله تمر في الحياه وهادي صافي. وافقوا الوالدين ديالها بحكم قلنا الفقر وهادي، وحتى خوتها اصلا اللي كبرونا شويه تزوجوا على هذا السن هذا. مشات معاه للدار، عاشت العام الاول العام الثاني والو، بوادر ديال الحمل ما كايناش، ما كاين لا ولاد لا والو، العصا الضرب الغوات، انت منك السبب جبتك عوجه ما كتولديش هذه. المهم غنطلقك غندير لك غنفعلك غنترك لك. قبل ما يطلقها ما والو هاد السيد طاح في واحد المرضى اللي خايبه اللي توفى دم الامانه امانته. هنا قالت واخا ما يعني هذا الزواج، هنا فاطمه قالت هذا الزواج بانه ما خداتش منه شي وليدات ولا على الاقل شويه تاخذ، يعني لان السيد كان معروف عنده الاملاك وهذه لاباس عليه. هنا انها كتفاجئ بانه كاتب كل شيء المراه الاولى ديالو، يعني وفي المراه الاولى ديالو واخا ما عطاتو لا ولاد لا والو وفي ليها. يعني هنا فاطمه خرجات يديها فوق راسها، ما عندها حتى باش تنقي سنانها، وحتى الحقوق ديالها اللي تاخذ منه العائله ديال الزوجه الاولى وداكشي كوشوا على كلشي بحال اللي تقولوا حقروا عليها. هنا يعني بحكم انهم ما قاريينش ما هذه ما تبعوش شي مصادر قانونيه باش تاخذ زعما الحق ديالها وهذه. ما عليناش. رجعت لدارهم كتلقى باها مريض طريح الفراش، ما تيقدر لا ينوض لا هادي. لقات خوتها كاملين تزوجوا هادي، بقات غير هي اللي مع والديها. قالت مادام ربي عطاني شويه ديال الصحه نوض نخدم على والديا، بان منطقه ديال تاليوين معروفه فيها ديال الزعفران كيديروا ديك يعني التجاره عرفتوا الفلاحه ديال الزعفران وهذه، وكتباع بالثمن. يعني معروفه هذه المنطقه تاليوين بهذه التجاره هذه. فهي خدمت مع الناس، قالت ربي عطاني جهد صافي نخدم على والديا. فعلا بدات كتخدم داكشي اللي جابته كتصرف به على والدي واخا ثمن قليل. المهم هازا راسها وهزا والديها شويه. هنا غتوصل واحد الوقيته اللي الاب ديالها غيتوفى، غتبقى هي والام ديالها. الدار اللي كانوا ساكنين فيها ماشي دارهم ملك، ماشي حتى يعني ايجار ولا شي حاجه، هي دار ديال الورثه. غادي يجيو الورثه من طرف الاب ديالها غيقول لهم خصكم تخويو علينا الدار، يعني خونا اللي كان ساكن فيه باحترام ليه وهادي، راه دابا فاش مات خصنا نبيعوا الدار وخصنا نديروا بزاف ديال الحوايج. يعني الورثه كيطلبوا بغاو الدار تباع.
هنا الام ما عندها فين تمشي، ما عندهم لا فين يكريو، ما عندهم لا باش لا هادي. دخل واحد الاخ ديال فاطمه قال لهم اجيو سكنوا معايا، مادام انني انا يلاه تزوجت وهادي، اجيو سكنوا معايا انا من ما يسهل الله. الام فعلا شافت يعني قالت بيد من ما يعطينا الوارث وداك الشيء نشدو نمشيو نسكنوا معاه. ما كملوش شهر ولا شهرين مع الاخ ديالها، ولات كتنوض واحد الحزازات ما بين فاطمه وزوجة الاخ، ديما مدابزين ديما مصادعين ديما هادي. وكان هاد الخال هذا ديال فاطمه كيجي كيزورهم مره. منين شاف هاد المنظر هذا هو يقول انت تبارك الله بصحتك وقاده وهادي، علاش ما تطلعيش لتالودان تخدمي وتلقاي شي خدمه، ما عرفتي ربي يسهل عليك ولا شي حاجه بحال هكا. هنا النوبه الاولى رفضات وحتى الام رفضات وما تقبلوش الامر وهادي. دازوا واحد شهرين بحال هكا، المشاكل تزاد حتى دات، ولات كتشوف خوها كيجي من مرتو بزاف، الام ديما في المشاكل في صداع ما حيتها لولدها ما حيتها لبنتها. صافي قررت انها غتمشي تخدم في تالودانت. هزت التليفون عيطات للخال قالت له ها انت خالي شوف لي شي خدمه، راه انا حطني على الجرح المراه، نطيب نخدم في الديور نسيق نصب ندير اللي بغيتي. الام هنا فاش سمعت الهضره رفضات، قالت لها لا بنتي بقاي معايا وهادي دابا يسهل علينا الله. قالت لها امي واش تشوفني ديما في المشاكل، واش بغيتي هنا شي روح طيح، اللهم خليني نمشي نقلب ندير شويه فليسات ونعيط لك تجي تسكني معايا، الله يجعلنا نكريو غير بيت مع الجيران. الام ما عندها ما دير، الخال دخل قال لختو فعلا شوفي هادشي اللي واقع، خليها على الاقل تبارك الله راه كبرات البنت وهادي تمشي تعول على راسها. داكشي اللي كان. طلعت جمعت حويجاتها مشات عند خالها اللي شاف لها واحد السيد اللي هو هاد السي احمد. هاد السي احمد كما قلنا عنده واحد القهوه كبيره وعنده واحد المحل في الجنب كيدير فيه الملوي والمسمن. وهاد السي احمد كيجي لمرتو شي حاجه بعيده، كيجي مرتو شي حاجه بعيده. مشى لعندو عيط ليه تلاقى معاه طلبو قال له راه ها شنو بنت اختي، وعاود لي على الحاله ديالها وها شنو ها شنو ها شنو راه حادقه وتبارك الله وهادي. ويقول داك السي احمد اصلا لقيت انا عندي واحد السيده ما تفاهمتش معاها راه جريت عليها. ويقول له هذا الخال هذا ولكن عندي واحد الشرط عافاك، راه ما عندها فين تبات ما عندها فين تسكن ما عندها فين تكون، عافاك الا كان ممكن تخليها تسكن في داك الكراج يعني تخدم فيه وكل شيء وانت حيد لها من الخلصه الكرا ديالو داكشي. قال له واخا ولكن بشرط انا ما غاديش نجي نخدمها من النوبه الاولى حتى نجربها 3 ايام. قال له يعني هذا الشرط ديالك مقبول. فعلا جات هاد التوريه طلعت، كانت اول مره غتطلع لتالودان، تعجبتها المدينه دورها خالها شويه. صافي فاش وصل النهار ديال الخدمه مشات قال لها كوني معقوله راه السيد هادي هنا راه غيسكنك وكذا. فرحات بقوه الفرحه. النهار الاول ما نعست حتى 6 الصباح وهي كتدير تفعل وتخبز ودير، دارت ديك 6:30 نص ساعه تقريبا اللي نعسات قالك. دارت 6:30 جا مول المحل تخلع حل قلب غرير الحرشه الملوي مسمويم داك الشيء كاع اللي ما يطلعوش على البال احسن من ديك المره الاولى. بدا كيذوق يجرب هادي يجرب هادي. من النهار الاول ما كملتش معاه 3 ايام قال لها صافي راه غتبقاي راه تخدمي معايا. فعلا هنا فاطمه الناس ديال القهوه ولفوها، عجبتهم ماكلتهم، عجبتهم المذاق اللي كدير، الجيران حتى هما عجبهم المسمن ديالها الملوي، ولاو كاع الناس كيجيو من بلايص اخرين كيخليو ناس اخرين ويجيو يشريو. يعني تعرفات فاطمه في ديك المنطقه معروفه، ولات كالعيان ولات فاطمه ولات المسمن فاطمه ولات المسمن. هنا هاد السيد مول القهوه هاد السي احمد منين شافها معقوله وما كتخرج ما كتدخل غير الخدمه غير هادي وساكنه في داك المحل، بدا تيتعامل معها زوين، شرها ناموسيه شرها ماريو، بدا بحال تقول كيتقرب منها. صافي يعني بانت ليه معقوله وهادي، وهو راه مزوج وولادو قدها وداك الشيء، الا انه صافي عجبته هاد فاطمه. المهم بدا معاها واحد العلاقه تيهضر معاها من هنا من هنا من هنا تطاحوا في واحد العلاقه. بقى كيقول لها غنتزوجوا راه هذه هي مسكينه مع حكم التجربه الاولى وداك الشيء طرا لها صافي تيقات. مع كتعرفوا بنات ديال شويه ديال الدواور وهذه تيكونوا نيه شويه. المهم تيقاتو مشات معاه في العلاقه كذا هادي. بدات كتسنى كتقول لها بغيت نجيب امي وتسكن معايا. النوبه الاولى وافقها هي جيبي امك وتسكني وهذه النيت، ومنين تزوجوا تبقى معنا. السيده مسكينه بقات غاده في هذا الهوا، هو غير كما تنقولوا سارحها وغادي. المهم ما عليناش. هنا شويه منين بدات كتحكر عليه كل مره كتقول لي نتزوجوا يعني دازت مده ديال سنه وهما مازالين ما كاين لا زواج لا والو. هي هنا بحال اللي عاقات بحال اللي فاقات بقات عليه مصدعه. منين بدات كدير له كما تنقولوا الطرنينه في الراس صافي هو ما قبل، صافي صدعاتو خصو يكركبها عليه. بدا كيقول لها انا لا ما بغيتكش انا لا ما عندي ما ندير بك. بدا كيتعامل مع واحد التعامل اللي فهمات بانها خصها تمشي بحالها، صافي خصها تفسخ هذه العلاقه راه ما منها حتى شي حاجه. صافي واحد النهار قررت بانها الله يعاون الله يسلم تحط لي سويرتاتو يخلصها في خلاصها وتمشي بحالها، الا غطرا واحد الكارثه اللي غتقلبها اللي غتقلب ليها راسها كما كنقولوا راسها على اساسها. غتكتشف بانها حامله. هنا ما عندها فين تمشي ما عندها فين دير،
حاملة خصو يتكلف بالمسؤولية ديالو. عيطات ليه، خلاتو تسال الخدمة، عيطات ليه قالت ليه فلان اشنو دابا درنا في الزواج؟ قال لها ما كاين لا زواج لا والو، اصلا ما بغيتش نتزوج، عندي ولادي. قالت له ويا جي نقول لك انت اللي كتقولي عندك ولادك، ما قلتليش شحال هادي عندك ولادك، دابا عاد تقولي عندك ولادك، ويا جي نقول لك انا راني حامله. قال لها كيفاش حامله وانا مالي الا كنتي حامله؟ قالت له كيفاش وانا مالي، راه حامله منك. قال لها لا لا لا، راه هادشي كتقولي راه ما كاينش، سيري شوفي هادشي منين كاين. هنا هي تعصبات، جاوبات واحد الجواب قالت له شوف، يا اما غتعترف بهادشي اللي في كرشك، ولا غندير لك الشوهه قدام مرتك وولدك وقدام مراتك وولادك وداكشي، ولا غنخلي حتى يتزاد هاد الولد ونمشيو نديرو ثبوت النسبيه ونشوفوا ديك الساعه واش ولدك ولا ماشي ولدك. هنايا هو منين شاف هاد الشيء وهاد الروينه وهاد الهضره كاينه، مادام صافي خلاها بردها وهادي صافي وسكت. قال لها المهم انا دابا غادي نمشي للمحل نسالي مع الوحده، نجي نهضروا مزيان في هادشي. فعلا سد المحل مع ديك شويه الوحده وكذا. صافي مشى السيد وهو يدخل عندها، قال لها قلت دابا نهضروا في هذا الشيء وشنو كتقولي وكذا، وهنا حيات ما طلبوا عافاك نتزوجوا بلا سي بالسر وطلقني من بعد وهادي. بداو كيتعصبوا وما قال لها لا وهادي. هنا شافتو عينو حمار، بقات تتغوت، قالت له تندير لك الشوهه ولا تندير لك هادي. بدا كيضرب فيها، صافي تعصب، يضربها ما خلا ضربها في راسها، ما خلا ضربها كيركز ليها على الكرش ديالها، يضربها في الكرش، صافي حتى غيبات وبدات كتنزف. هنا تاكد بان صافي راه ما بقى لا جنين لا والو. دار خلى حتى خوات الدنيا مع ديك الجوج ونص الليل، جاب الطوموبيله ديالو قربها للكراج، هزها مشى بيها لواحد جهه واحد السبيطار، دار هكا شاف لي من فليسر حتى شي حد ما معاه، لاحها من الطوموبيل، قال صافي راه غيكون شي واحد داخل السبيطار راه غيدخلها باش هو يتهنى من داكشي. فعلا داكشي اللي طرا، كانوا شي ناس دايزين من جهه المستشفى لقاوها تما طايحه يعني سخفانه، ما جايبه الدنيا خبار في دماياتها. هزوها دخلوها، قاموا يعني في المستشفى بالاسعافات ديالها، اللي اتضح في الاخر بان الجنين يعني تفقد، صافي دارت اجهاض، هي ما عقلها حتى شي حاجه، حتى الصباح فاقت، لقاتها صافي في المستشفى. جاو عندها قالوا لها زعما كيف فقدتي الجنين ديالك، اشنو وقع لك بالضبط، عاودي لنا. هي هنا قالت بانها ما عقلها حتى شي حاجه، حتى انا كانت غادا وخطفوها شي وحدين وتعداو عليها وصافي ورماوها. هادشي اللي قالت لهم بقيت عاقله هنا، ما بقات تقول حتى شي حاجه. شنو السبب غادي نعرفوا علاش دارت هادشي كامل. صافي دوزت يومين في المستشفى، البوليس جا وسولوها قالت نفس الحاجه، يعني حتى يعني ما كايناش، ما قالت ما عرفتش لا هذا دار ليا لا هذا دار ليا. في دوزت يومين في المستشفى، خرجات ما غتخرج ما غتقصدو غير هو نيشان توقفت عليه في الحانوت. هو تصدم هنا، ما فهم حتى شي حاجه. قالت له حليه بغيت ندخل الحانوت وكذا، وما بغى لا مشاكل لا صداع لا هادي. دخلها يعني واخا تصدموا داكشي ما عنده ما يدير، ما بغيش يتفضح قدام الناس. دخلها بقى تيشوف فيها، تيقول لها شنو واقع، شنو كاين، شنو دي، بحال زعما هو ما درت حتى شي حاجه، بحال ما كان والو. قالت له شوف انا ما بقاش عندي الجنين وراني جهدت وعارفه شنو كاين، دابا عافاك ما يمكنليش نمشي لدارنا بهذه الطريقه ولا عند خالي، خليني نرتاح واحد شويه. صافي بدل ما نرد الروح فيا وهادي راه غنقلب على شي خدمه وغادي نمشي منك، عطيني غير خلاصي اللي خدمت. قال لها واخا صافي داكشي اللي كاين. فعلا النهار الاول النهار الثاني ما كتخرج ما كتخدم ما والو، ما حتى شي حاجه، حيت متفقين انها غير غترد صحتها وتمشي. المهم داز ديك 3 ايام بحال هكاك الاولى، النهار الرابع بدات كتخرج كتمشي من الصباح ما كترجع حتى المغرب، وهو تيقول راه كتقلب على خدمه كما قالت ليه. كل مره يجي عندها. داز 8 ايام امضره، لقيتي خدمه امضره، لقيتي خدمه، هي مازال حتى النهار 15 شهر 10 2005 جات لعندو قالت له صافي هذا هو اخر نهار، لقيت خدمه ربي يسهل عليا في واحد البلاصه، عافاك تسالي بالليل وداكشي، ودوز عندي باش تفك ليا دوك الناموسيات وداكشي وتعطيني خلاصي الله يعاون الله يسلم. فرح ما قداتو فرحه، قال لها صافي. هو داك النهار فاش غيطلب من عند الخدام ديالو سالوت، غيقول له صافي انا غنسد غير سير، انا غنجمع الصباح غتلقاني جيت لهنا. فعلا داكشي اللي كاين. خدا ساروت من عند الخدام ديالو، سد مع ديك الوحده ونص، مشى لعندها، هز واحد المانيطه فيها داكشي باش غادي يحل دوك الرسولات وداكشي باش زعما يفرتك لهداك المريون الناموسيه اللي قالت باش لغد لي الصباح تمشي تكون واجده. يلا هو السيد دخل حنا باش يفرتك، حيد ديك المطلة الناموسيه باش يفرتك ديك الناموسيه بدوك الرسولات. يلا هو حنا شافتو هي هكا غافل، هزت ديك الهراوه، عطاتو الضربه الاولى للراس، الضربه الثانيه صافي ما زادهاش، بدا يحاول ينوض وهادي، شدات هي شنقات عليه واحد الشنقه، صافي بقات تقول ليه ها شنو اش درتي فيه، بحال اللي كتشنق ما بغاتش تطلق منه، كتذكر ها علاش وها علاش وها علاش. هنا غيقولوا لها البوليس
وقفوا غيقولوا لها فاش جات الاجهاض ومشيتي ولقاوك في الزنقه زعما شنو طرا، شنو واش علاش ما اعترفتيش عليه؟ قالت لهم حيت انا نهار درت الاجهاض ودخلت ورماني سولوني لي بوليس، سولاني في المستشفى شنو واقع هادي، قلت لهم حكا راني غير شفاره شفروني وكذا وهادي وما عرفتش ما عقل حتى شي واحد. قالت لهم من داك النهار وانا كنخطط ننتقم، من داك النهار وانا كنخطط ننتقم، ونهار جيت وقفت عليه وقلت ليه دخلني بغيت نرتاح، هذه كان راه ديال الخطه ديالي. قالت لهم فاش كنت كنخرج كنقلب على خدمه، انا ما كنت كنخرج نقلب على خدمه لا والو، انا كنت كنخرج نقلب على داكشي باش غادي على الكرده، على البلاستيكه اللي تقدني لي، على الشنطه الكبيره. قالت لهم صافي تا جيت عنده قلت له ها شنو غادي نمشي بحالي ولا غادي ندير وغادي صافي، هو طمأن ليا. هي قالت لهم فاش عيطت ليه وشديته وضربته وخنقته. قالت لهم مني خنقته وانا كنتفكر داكشي اللي داز عليا، كنخنقو وكنتفكر داكشي اللي داز عليا. المهم قالت لهم فاش خنقته وساليت شديت ديك الباليزه حليتها مع الباليزه كبيره، قالت لهم راه عرفتها انا وغادي تخشى فيها، مع هو راجل كبير قلنا 57 عام وكذا، راه كتعرفوا الرجال شويه فاش كيكبروا راه الصحه ديالهم كتقلال. شداتو جلساتو وبحال اللي تقولوا الوضعيه ديال انه ربطات ليه جمعات ليه ركابيه عند صدرو وشدات ليه يديه، شد بهم ركابيه ولواتو بحال هكا، لواتو مزيان وبغات تدخلو في ديك البلاستيكه الكحله باش تدخل ليها، تعصبات معاها قطعاتها لواتها فيه، خشاتو في الشنطه. قال لها زيدي كملي واشنو درتي؟ قلت لهم صافي خشيتو في الشنطه، سديت عليه، لبست جلابتي، خليته دار ديك الساعه ديال الصباح بحال هكاك شويه رجل خفيفه، صافي بحال اللي غادي نمشي بحالاتي، هزيت شنطتي وجريتها ومشيت لقدام ديك المؤسسه وحطيته قدام ديك المؤسسه، وقالت لهم رجعت، هزيت حويجاتي اللي باقيين، هزيت فلوسي صافي وقصت دارنا. قال لها ايه وشنو درتي من بعد؟ قال لهم منين قالت لهم مني قصت دارنا صافي مشيت سلمت على امي رجعت لدار خويا وهادي. قالت لها مالكي؟ قالت لها راه دابس مع داك السيد راني ما ولفتش معاه وهادي، ان شاء الله جيت غير نرتاح عندكم شويه ومن بعد ونمشي نطلع شي بلاصه اخرى نقلب على شي خدمه وهذاكشي. قال له زعما ما عارفاش بعدنا نقدو نجيبوك، خليتي البلاصه هي هذيك. قلت لهم انا في ديك اللحظه ما سوقتش انني نقي ولا نظف ولا هذه، صافي راه حيت اللي داز عليا معاه ماشي قليل وهذه، وشفت راسي تشمت وضيع لي داكشي اللي في كرشي، صافي ما بقيتش كنقشع قدامي. قلت راه غنجي لهنا لتالي وين ما كاينش اللي غادي يعيق بيا وهذه، مع اصلا كانت ديجا وحده خدامه قبل مني ومشات بحالها وهذه. قالت لهم صافي انا ما درتش هادشي في بالي. قالت لهم صافي بقيت جالسه في دارنا حتى تفاجأت بكم جيتو عندي، تصدمت، عرفت شنو، حاولت ننكر هذه ولكن راه هادشي اللي طرا وهادشي اللي وقع. هنايا البوليس بعد هذا الاعتراف ديالها اللي اعترفت بفمها وقالت لهم كيفاش دارت، وفعلا الاعترافات اللي قالتو الطريقه باش تلقات الجثه هي الطريقه اللي قالت لهم كيفاش لواتو في ديك الميكا وربطاتو وخنقاتو. سبب الوفاة تأكدوا بأنها نفس الطريقة اللي قالت، يعني كاع داكشي اللي قالوا يعني هذاك التشريح الطبي هو اللي عاودته بالتفاصيل. مشاو عاودوا إعادة يعني ديال تمثيل الجريمة، فعلا داكشي مطابق، يعني الجريمة لابساها 100%، ما كاين لا إنكار لا والو. حاولت تنكر في الأول ولكن في الآخر اعترفات. هنا منين داز الملف ديالها في الحكم حكم عليها ب25 سنة سجنا نافذة، لأن القضية صعيبة، فيها قاتل، فيها تمثيل بجثة، فيها يعني هربات، مشات بحال اللي ما دايره حتى شي حاجه. الشيء اللي خلى العائله ديالها تصدم، الام ديالها، الاخوان ديالها، الاخوات، الدوار، خالها، حتى العائله ديال الضحيه تصدموا، لان كان عندهم واحد النظره ديال الاب ديالهم في شكل في الاخر فاش كيعرفوا القضيه شنو فيها. يعني هنا كل شيء ما فهمت حتى شي حاجه. فهنا القضاء كان يعني منصف لا بالنسبه للعائله ديال الضحيه، وهي خدت الجزاء ديالها. العبره من هذه القصه هذه ان الانسان ديما ما يديرش الثقه وما يتبعش يعني داكشي الخوال خاوي، لانها هي كانت عندها واحد المهنه زوينه، جات من الدوار المدينه وتعرفت بواحد الطريقه اللي كبيره اللي قلنا بان الناس من بلايص اخرين تيجيو لعندها، ولات معروفه منات المسمن في المنطقه، كانت تقدر تكمل في الخدمه ديالها بالحلال، وانها دير محل ديالها وتعاون العائله ديالها، الام اللي كانت بغات تجي يعني تسكنها وكذا. ولكن هي الانسان فاش كيتبع شي طريق ماشي هذيك راه كتكون النهايه واضحه. وهنا غنكونوا وصلنا لنهايه القضيه ديال اليوم، نتلاقاو في قضيه اخرى جديده ان شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم في خانه التعليقات. الى قضيه جديده اخرى ان شاء الله، وبسلام عليكم.